السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الموضوع بغيت نتكلم على هذه المحكمة اللي مرة واحدة أخرى عاود كتستدعي السيد أشرف حكيمي، اللي عاود بغات تاخذ الأقوال ديالو في القضية اللي كانت اتهمته فيها داك الشابة الفرنسية اللي كتبلغ من العمر خلاص 24 سنة، واتهمته فيها بالاغتصاب. قالت لك مشات عنده حتى للدار ودخلها وحاول يقبلها وضربها وهي دفعته برجليها، وعيطت لواحد الصديقه ديالها وجات موراها. هادشي كله كيوقع وهادشي كله كيضرب ما كاين لا هذا، وفرنسا ضربك وما كاين لا غوات وصافي، وسيري انتي واتهمتيه ونزلي عليه الباطل. اللي هادشي فيه السي اشرف حكيمي كاين فيه جمله وتفصيله، قال ما كاينش هادشي كله، واللي حتى المحاميه ديالو كتنفي هادشي. وهادشي قالت لك مجرد ابتزاز، لان هاد الناس فين ما كيشوفوا شي ناس دابا ساطع ولا فشي حاجه عندهم تما في فرنسا خلاص عندهم منظمات سبيسيال خاصه بهادشي، كيحاولوا يبتزوا النجوم. لان هادشي راه وقع حتى نيمار وقع بزاف ديال اللعابه، ولا هما كيقصدوا السيتو. حنا مقصودين، حنا دابا خلاص المغاربه والسيتو ملي وصلوا داك الحمد لله في داك كاس العالم في قطر شنو وصلوا شنو داروا، ولينا محظيين. فين ما كانت شي لعبه كندفعوا لهم هذا اللي يخسروا لهم داك الشيء ديالهم وداك داك النجوميه ديالهم، يحاولوا يبتزوهم ماديا. فين ما يوصلوا شي واحد وصل لشي تبارك الله ولا مزيان ولا هذا خصهم يبتزوه. هنايا كما كنحيي انا هنا في الحق السي زياش اللي تصرف داك التصرف، ماغريتو راه من حقو يدير داك التصرف، لان انتما كتشوفوا غير اللي شاف شي وحده ولا هضر معاه ولا هكذا كتنصبوا له درتي لي وديتيني، وانا ما بغاش يدخل لي راسي. نجي عندك للدار نمشي معاك للوطيل وندخل معاك ونجلس معاك وما تمسني ما تشوفني، ولا غير هضرتي معايا ولا قلتي لي خرج بحالك اغتصبني. ما عرفتش هاد القضاء عندهم كي داير، هذا ابتزاز. هما براسهم كيبتزوا فين ما كان شي ناس ما كيجمعوا عنده الاموال يسمعوا عنده هذا كيحاولوا يبتزوه باش يدخلوا الخزينه ديالهم. هذه طريقتهم ولات. ولا الاخت ولا عاود هذه القضيه عاود مدفوعه من جهه واحده اخرى، والخبر في راسكم. ربما تكون مدفوعه مشي جهه واحده اخرى. الناس سمعوا دابا السيد اشرف حكيمي اللي رشحاتو لاكاف ضمن الثلاثه الاولين لاحسن لاعب في افريقيا، وجايه الاستحقاقات ديال كاس افريقيا. خصهم ينقصوا لنا من المنتخب ديالنا من داك النجوم ديالو. ها ما زياش غير ربي منعو منها حتى هو بعدا منع منا، وكنحييه من هذا المنبر. والسي اشرف عاود يبقاو يعيطوا له باش يشوشوه على التدريب ديالو ولا على التركيز ديالو ولا على الماتشات ديالو، وسيرتو كيف تنقولوا نعاود على هاد كاس افريقيا اللي عاود جاي لنا في الطريق. خصهم يشوشوا لنا على النجوم ديالنا. هنا خصني انا هنا من هذا المنبر كنوصي النجوم ديالنا باش يحضيو راسهم مزيان، لان حنا ولينا محظيين ومراقبين تحت المجهر. راه اي واحد منكم يتصرف شي تصرف راه ينصبوه له. الله يرضي عليكم، حضيو راسكم حضيو راسكم حضيو راسكم حضيو راسكم. وانا من هذا المنبر كنتمنى للسي اشرف حكيمي ان شاء الله يخرج منها بسلام، كيف تيقولوا زي الشعره من العجين، وان شاء الله ويلتحق بالمنتخب ديالو ويشرف الفريق ديالو اللي كيلعب معاه ويشرف المغاربه ويشرفنا. لان حنا كنعرفوا عليه دائما السيد مستقيم محترم مرضي الوالدين، ما نبغيو له حتى تمسوا حتى الابره. ومن هنايا مرة أخرى كنوصيكم وكنأدي التحية للسي جياش اللي تصرف هو داك التصرف مالغري كل شيء، وقفوا معاه كاع المغاربة الحمد لله. ونتمنى تخرج الأمور بسلام إن شاء الله للسي أشرف حكيمي وما يكون باس إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.